الفوكال لينث أو البعد البؤري. في ناس كتير ما تعرفش ايه هو البعد البؤري، تعالوا نشوف يعني ايه. ببساطة هو المسافة اللي بتبقى من سطح العدسة لحد السنسور في الكاميرا. المسافة دي بتتقاس بالمليمتر، يعني لو العدسة بتاعتك 10 مليمتر ده معناه ان المسافة بين السنسور وسطح العدسة 10 مليمتر. خلي بالك من حاجة مهمة جدا، ان كل ما كان البعد البؤري بتاعك صغير كل ما كانت زاوية التغطية بتاعتك كبيرة، والعكس صحيح. كل ما كان البعد البؤري بتاعك كبير كل ما كانت زاوية تغطية العدسة صغيرة جدا. طب عمرك سألت نفسك ليه العدسات بتيجي بأشكال وأبعاد مختلفة؟ علشان كل نوع تصوير ليه متطلباته المعينة. يعني مثلا لو هتصور حاجات بعيدة جدا زي التصوير الرياضي، في الحالة دي انت هتحتاج عدسة بعدها البؤري كبير زي العدسة 70-200. أما لو هتصور مثلا مناظر طبيعية، فالنوع ده من التصوير انت محتاج تغطي زاوية كبيرة من المنظر، يعني محتاج عدسة بعدها البؤري صغير، يعني زاويتها واسعة زي العدسة 11-16.